واحد من أصلب الدفاعات بالأسود هو دفاع الكاروكان، ولكن حتى أصلب الدفاعات مش بيسلم من الأفخاخ. تعال أوريك 9 أفخاخ تجميعة لكل أفخاخ ضد دفاع الكاروكان. في البداية فكرك إنك تعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي تزود مستواك في الشطرنج. يلا بينا نبدأ على طول بالفخ الأول. هنا أنا بلعب أول نقلة E4، خصمي بيلعب C6 أو دفاع الكاروكان. بلعب D3 مش D4، ينتشر يلعب دي 5. وهنا انا بلعب نايت اف 3. هنا انا بضحي ببيدق. ليه انا بضحي ببيدق؟ لانه لما بياكل بيدق في بيدق، هنا ممكن افكر ان انا اكل بالبيدق، ولكن ببساطه ممكن يفكر ان هو يكسر وزير في وزير ونخش للمنظر ده. والاسود مش وحش، يعني الاسود داخل اند جيم اوكي. هو لاعب بدأ السي 6 مقابل ان الابيض لاعب الاي 4 والنايت اف 3، ولكن ما دام احنا في الاند جيم فبالتالي الدور ماشي كويس. ولكن بعد نقلة بيدق في بيدق، هنا انا مش باكل بيدق في بيدق، ولكن انا بضحي بالبيدق ده. هنا انا بنط بالحصان، سايب له ان هو ممكن ياكل بيدق في بيدق وساعتها هيبقى كسبان مني بيدق. فعلا في الموقف ده هو بياكل بيدق في بيدق، وهنا انا باكل فيل في بيدق. دلوقتي انا خسران بيدق مقابل انتشار، عامل جنبيت خسران بيدق مقابل انتشار. انا منتشر بقطعتين وانت مش منتشر بولا قطعه. في الموقف ده ممكن يفكر ان هو ينتشر بالحصان يلعب نايت اف 6، ولكن في الموقف ده خلاص انا بكسب الدور من النقله الخامسه. في الموقف ده انا باكل حصان في بيدق، طالب الوزير وكمان انا طالب الرخ، فطبعا لازم تاكل الحصان والا تخسر الدور. بتاكل ملك في حصان، وهنا انا بلعب بيشوب جي 6 على 200 تعجب. نقلة قوية جدا طبعا، بتاكل بأي حاجة. والنقلة اللي بعديها باكل وزير في وزير، وكده أنا كسبت الدور. أول فخ سهل وبسيط. تعال نخش على الفخ اللي بعده. هنا أنا بلعب أول نقلة E4، بيلعب خصمي C6. بلعب برضو دي 3 نفس التفريع، بيلعب دي 5. وهنا انا بلعب نايت اف 3، بنتشر بالحصان ياكل بيدق في بيدق، بنط بالحصان. طالب طبعا ان انا ممكن افكر ان انا استرد ان انا اكل حصان في بيدق، ولما يفكر ان هو ياكل بيدق في بيدق ساعتها انا باكل بالفيل. المره اللي فاتت شفنا لما انتشر بالحصان ازاي انا باكل حصان في بيدق. المره دي ممكن يفكر هنا ان هو يلعب اي 6، عشان لما افكر ان انا اكل حصان في بيدق ساعتها النقله دي هتبقى غلط. لو فكرت ان انا اكل حصان في بيدق ساعتها بياكل بالملك، بديله كش ملك من هنا. هو مش مجبر ان هو ياكل بالملك، مش مجبر ان هو ياكل بالبيدق، ولكن هو ببساطه بيجي بالملك وبيحاول ان هو يدافع عن الوزير بتاعه بفكره انك لو اديتني كش لا خلاص انا بغطي بالحصان، وزيري في امان، ما عنديش اي مشكله. فبالتالي بعد نقله الاي 6 هنا انا مش بلعب على الفخ ده، ولكن هنا انا باكل حصان في بيدق، بكسب بيدق لاني الحصان محمي بالفيل بتاعي. انا كنت خسران بيدق، دلوقتي انا استرديت البيدق بتاعي. دلوقتي انا ببساطه طالب ان انا اكل حصان في فيل، ساعتها هيبقى معايا تفوق فيلين، فيلين مقابل فيل وحصان. طبعا الفيلين اقوى من الفيل والحصان. والحاجه التانيه اني بعد ما باكل فيل في حصان او حصان في فيل بتضطر انك تاكل بالملك، وساعتها ملكك مش بيبيت. فبالتالي افضل نقله ليك انك تلعب بيشوب اي 7، تحاول انك تحبس الحصان ان الحصان ما يرجعش مكانه. وهنا بيكمل الابيض في الفخ بتاعه انه بيلعب كوين اتش 5، يخرج بالوزير بيحمي المربع ده. ولكن مش الفكره ان انا عايز احمي المربع ده، الفكره ان انا عايز اديك كش من هنا. الكش دي قويه جدا، بتاكل باي حاجه بعدين باكل الرخ بتاعتك. فبالتالي ممكن هنا تفكر انك تلعب جي 6 تمشي الوزير من مكانه. وهنا انا بلعب فيل في بيدق، تاكل بالبيدق، باكل وزير في بيدق بكش ملك. طبعا الملك ملوش اي مربعات، كل المربعات ممسوكه، انت مضطر انك تطلع بالملك في وش الوزير. بيشوب اف 4، بنتشر بالفيل بتاعي. خلي بالكم في الموقف ده انا ممكن افكر ان انا اكسب ماتيريال اكتر، ان انا العب كوين جي 7، طالب الرخ بتاعتك. للاسف الرخ ملهاش حمايه. لو فكرت، او مش للاسف لحسن الحظ، لو فكرت انك تيجي بالحصان من هنا فانا باكلك. تيجي بالحصان من هنا باكل حصان في حصان، ما بتقدرش تاكلني لان الفيل مربوط. والنقله اللي بعديها باكل الرخ، ابقى كسبان فرق وهكسب الدور. ولكن انا بلعب على كش مات، بلعب بيشوب اف 4، بكمل هجوم. تيجي مثلا بالوزير بكش ملك، بنتشر بالحصان. تيجي بالوزير عايز تكسر وزير في وزير لانك طالب الوزير بتاعي وكمان طالب الحصان. وهنا انا ببيت طويل مديك كش ملك، وهنا خلاص انا بكسب الدور. الكش دي ملهاش اي حل. طبعا الملك ملوش اي مربعات، ولو فكرت انك تغطي بالفيل فانا ببساطه باكل رخ الفيل، بكسب كل حاجه. فبالتالي انا كده كسبت في الفخ الثاني. تعالوا نشوف الفخ اللي بعده. هنا انا بلعب اي 4، بيلعب سي 6 دفاع الكاروكان. وهنا انا بلعب دي 3 نفس التفريع هو دي 5، بنتشر بالحصان.
ياكل بيدق في بيدق، بنط بالحصان، بياكل بيدق في بيدق، باكل فيل في بيدق. وهنا هو بيلعب نايت دي 7، بينتشر بالحصان بتاعه. في الموقف ده انا ممكن افكر ان انا اعمل فخ لئيم شويه، ان انا العب نايت اي 6 طالب الوزير بتاعه، ولكن للاسف الفخ هنا مش بينجح. في حالات تانية الفخ بينجح لما يكون الوزير المربعين دول بتوعه ممسوكين، ولكن في الموقف ده هو ببساطة بيمشي بالوزير. ليه انا متجنب ان انا ممكن افكر ان انا اكل الحصان؟ لان ببساطة انا بمشي بالوزير بكش ملك، الملك محبوس، انت مضطر انك تزيح البيدق، وساعتها باكل وزير في بيدق، نقلة جمالية، وبعدين باكل فيل في بيدق بديك كش مات. فبالتالي نقلة النايت اي 6 مش بستفيد حاجة، هو ببساطة بيمشي بالوزير طالب الحصان بتاعي، بضطر ان انا ارجع تاني بالحصان. فبالتالي بعد نقلة النايت دي 7 نقلة النايت اي 6 مش حلوة. طيب لو فكرت ان انا اكل حصان في بيدق زي المرة اللي فاتت، برضو مش احسن حاجة، لانه بيلعب نايت اي 5 طالب الفيل اللي حامي الحصان. باكل مثلا حصان في فيل، بياكل حصان في فيل الاول بكش ملك، باكل مثلا بالبيدق او باكل بالوزير، هيكسر برضو وزير في وزير، وهنوصل ان انا عندي بيدق ضعيف. وهنا هو بيلعب بيشوب اف 5 ضاغط على البيدق بتاعي، حصاني ملوش اي هروب، والنقله اللي بعديها ممكن ياكلني ضاغط على البيدق، وفي الموقف ده هو بيكسب الدور. فبالتالي بعد نقله النايت دي 7 انا بلعب بيشوب سي 4، بنتشر بالفيل ضاغط اكتر على البيدق اللي في مربع الاف 7. اي 6 وهنا انا ببيت، بيلعب بيشوب اي 7، بينتشر بالفيل طالب الحصان بتاعي، الحصان مطلوب بقطعتين مش محمي غير بس بقطعة واحدة. ولكن في الموقف ده نقلة قوية جدا للأبيض، فيل في بيدق، بضحي بالفيل بتاعي بفكرة هنا ان هو لو كل الفيل ساعتها انا باكل حصان في بيدق طالب الوزير، وفي نفس الوقت انا كمان طالب البيدق. تمشي بالوزير بلعب بيشوب دي 2 طالب الوزير تاني، تمشي بالوزير باجي بالرخ طالب الوزير، تمشي تاني بالوزير، وهنا انا باكل حصان في بيدق طالب الملك بتاعك. عندي ممكن ان انا اديك كش بعد شويه، ممكن افكر ان انا اجي بالحصان طالب الوزير وطالب الفيل، في الموقف ده انا بكسب الدور. فبالتالي افضل نقله بعد نقله فيل في بيدق، بعد النقله دي افضل نقله للاسود هو انه ياكل مش بيدق في فيل، ولكن انه ياكل فيل في حصان. ساعتها في الموقف ده انا بلعب كوين اتش 5، دلوقتي انا طالب ان انا اديك كش مات، وكمان انا ضاغط على الفيل بتاعك. بتفكر في الموقف ده انك تلعب جي 6 طالب الوزير طالب الفيل، في الموقف ده انا باكل فيل في حصان، تاكل بالفيل، وهنا انا باكل وزير في فيل، تاكل وزير في وزير، باكل بالفيل، وبنوصل للموقف ده فيلين متعاكسين والقطع متساويه، يعني انا معايا فيل على المربعات السوداء وانت معاك فيل على المربعات البيضاء، فبالتالي الدور متعادل. ولكن بسهوله جدا في الموقف ده بعد نقله فيل في بيدق خصمك ممكن ياكل بيدق في فيل ويشوف انت ايه اللي عندك، ولكن طبعا انا عندي ان انا اكسب الدور. تعال نخش على الفخ اللي بعده. هنا انا بلعب اول نقله اي 4، بيلعب سي 6، وهنا انا بلعب تفريع مختلف، انا بلعب نقله نايت اف 3، بنتشر بالحصان دي 5، بلعب نايت سي 3، تفريع اسمه تو نايت فاريشن او تفريع الحصانين. في الموقف ده هو بياكل بيدق في بيدق، باكل بالحصان، بيلعب نايت اف 6، بينتشر بالحصان بفكره ان هو عايز يكسر الحصان بتاعي اللي في مركز الرقعه. وهنا انا بلعب كوين اي 2، بنتشر بالوزير، بحمي الحصان بتاعي. طبعا النقله نقله مش افضل حاجه ان انا باجي بالوزير في وش الفيل بتاعي، ولكن النقله دي مش نقله مأساويه ولا حاجه، لا انا ممكن بعد شويه العب جي 3 بيشوب جي 2 واكمل انتشار على اني اخرج الفيل من الوتر الثاني اللي هو الوتر ده، واسيب الوزير في المكان القوي ده في وش الملك. في الموقف ده ممكن هنا يكمل الاسود انه يلعب نايت بي دي 7، ينتشر بالحصان بفكره ان هو عايز ياكل حصان في حصان، تاكل بالوزير، النقله اللي بعديها بيجي بالحصان طالب الوزير بتاعك يكسب عليك تيمبو. ولكن للاسف في الموقف ده كش مات في 6 نقلات، نايت دي 6 كش مات، طبعا ما بتقدرش تاكلني، البيدق مربوط، وطبعا الملك ملوش حركه، فبالتالي دي كش مات. تعال نخش على الفخ اللي بعده. هنا انا بلعب اول نقله اي 4 سي 6، وهنا انا بلعب دي 4 دي 5، بلعب اف 3 تفريع اسمه فانتسي او فانتسي فاريشن. هنا هو بياكل بيدق في بيدق،
باكل بالبيدق، وهنا هو بيلعب E5. فكرة ال E5 ايه؟ البيدق مش محمي، ولكن لو فكرت ان انا اكل بيدق في بيدق بيبقى عنده حل من اتنين. يا اما يفكر ان هو يديني كش ملك ويسترد البيدق مباشرة، او كمان الافضل ان هو يكسر وزير في وزير وبعدين ينتشر بالقطع، وبعد كده يضغط على البيدق في وسط الدور. يعني مثلا ينتشر بالفيل، ينتشر بالفيل، ينتشر بالحصان، وبعدين يبيت، وبعد شوية يبدأ ان هو يضغط على البيدق ده. فبالتالي في الموقف ده بعد نقلة E5 هنا انا بكمل ان انا بلعب نايت F3، بنتشر بالحصان ضاغط اكتر على البيدق. لو فكر في الموقف ده ان هو ياكل بيدق في بيدق، ساعتها انا بلعب بيشوب C4، بنتشر بالفيل، يلعب نايت F6 ضاغط على البيدق بتاعي في مربع ال E4. وهنا انا ببيت، بيلعب بيشوب C5 بينتشر بالفيل، طالب ان هو في وقت من الاوقات يزيح البيدق ويحاول ان هو يديني كش بالكشف. ولكن في الموقف ده انا بلعب نايت G5، بنط بالحصان على طول، طالب البيدق اللي في مربع ال F7 بقطعتين. فبالتالي بيفكر في الموقف ده ان هو يبيت، يحمي البيدق بتاعه بالرخ. وهنا انا باكل فيل في بيدق بكش ملك، ياكل بالرخ، باكل حصان في رخ، بياكل بالملك، بديله كش بالوزير، بستغل ان الحصان مربوط ما بيقدرش ياكلني. سوري، الحصان مربوط ما بيقدرش ياكلني لان الرخ واقفه في وش الملك. تمشي بالملك وبعدين باكل الفيل بتاعك، بينتهي التفريع ان انا في النهايه معايا رخ مقابل حصان، فبالتالي بكسب الدور. الفخ اللي بعده انا بلعب E4 C6 D4 D5، وهنا انا بلعب F3 فانتسي فاريشن، بياكل بيدق في بيدق، باكل بالبيدق، بيلعب E5 برضو، بنتشر بالحصان، بيلعب بيدق في بيدق، بلعب بيشوب C4 بينتشر بالحصان. وهنا انا ببيت، بيلعب في الموقف ده مش بيشوب C5 زي المرة اللي فاتت، ولكن بيلعب بيشوب E7. وهنا انا بكمل في نفس الفكره ان انا بنط بالحصان ضاغط على البيدق اللي في الاف 7 بقطعتين. البيدق ملوش حمايه غير انك تبيت. وهنا انا بكمل ان انا باكل حصان في بيدق، تاكل بالرخ، باكل فيل في رخ، تاكل بالملك، وحتى الان انا خسران حصان وفيل مقابل ان انت خسران طابيه. ولكن في الموقف ده انا بزيح البيدق، طالب الحصان بتاعك، وللاسف الحصان مربوط على الملك. فبالتالي النقله اللي بعديها باكل الحصان، تلعب مثلا كينج G8، اكل الحصان، تاكل بالفيل، وهنا انا بلعب نايت دي 2، النقله اللي بعديها بلعب نايت اف 3. لما نيجي نقيم الموقف ده هتلاقي ان انا كسبان رخ مقابل ان هو كسبان فيل وعسكري، فبالتالي انا اجمالي كسبان عسكري في الموقف ده. تعالوا نخش على الفخ اللي بعده. هنا انا بلعب اول نقله E4، بيلعب C6 دفاع الكاروكان، D4 D5 F3 فانتسي فاريشن، بياكل بيدق في بيدق، باكل بالبيدق، بيلعب برضو E5، بنتشر بالحصان، بيجي بالفيل رابط الحصان بتاعي، وطبعا دي افضل نقله ان انا اجي بالفيل رابط الحصان. بلعب بيشوب C4، بنتشر بالفيل، بينتشر بالحصان، وفي الموقف ده انا بلعب فيل في بيدق كش ملك. نقله قويه جدا لانك لما بتاكل بالملك، طبعا لو ما اكلتش بالملك خلاص انا كسبت بيدق، ولو فكرت انك تاكل بالملك باكل حصان في بيدق بكش ملك، والنقله اللي بعديها باكل الفيل، وكده انا كسبان بدقين. ولو فكرت في الموقف ده انك تاكل حصان في حصان على امل اني لما اكل بالوزير تاكل وزير في بيدق وتبقى استرديت بيدق من البيادق اللي انت خسرانها، الكلام ده ما ينفعش، لان ببساطه انا بلعب كوين E6 كش مات وبكسب الدور. الفخ اللي بعده هنا انا بلعب اول نقله E4 C6 D4 D5 F3 فانتزي فاريشن، برضو ياكل بيدق في بيدق، باكل بالبيدق، بيلعب E5، بنتشر بالحصان، بيلعب بيشوب G4. وهنا في الموقف ده بلعب بيشوب C4، بيلعب هنا نايت D7، بينتشر بالحصان، بيدافع عن البيدق اللي في مربع ال E5. بلعب C3، بدعم البيدق بتاعي اكتر، وبحضر ان انا العب نقله الكوين B3. ساعتها ابقى عامل هجوم قوي جدا، لاني بعد نقله النايت F6 خلاص انا بكسب الدور. بلعب كوين B3، طالب البيدق اللي في مربع الاف 7، وكمان طالب البيدق اللي في مربع البي 7. لو فكر مثلا ان هو يحمي البيدق اللي في مربع الاف 7 فخلاص انا باكل وزير في بيدق، تمشي بالرخ، باكل وزير في بيدق. في الموقف ده انا اوريدي كسبان بدقين. ولو حاولت انك تعمل هجوم مضاد انك تاكل بيدق في بيدق وتحاول انك تضغط على مركز الرقعه، ساعتها انا بلعب بيشوب اف 4، ما عندكش وقت انك تاكل وزير في بيدق، لاني ببساطه بكسر وزراء وبعدين باكل الرخ بتاعتك. ولو فكرت هنا انك تمشي بالرخ المتهدده، ساعتها انا بديك كش ملك، لازم تغطي بالوزير، فيل في بيدق، لو كلتني انا باكل الوزير بتاعك. ولو فكرت انك تطلع بالملك، كش بالفيل، تاكل ملك في فيل، وهنا انا باكل وزير في وزير، كده انا كسبت وزير كامل مجانا.
ولو فكرت انك تاكل فيل في فيل باكل الرخ، وفي الموقف ده انا اوريدي كسبان 9 بيادق، انا بكسب الدور بسهوله. الفخ اللي بعده هنا انا بلعب اول نقله اي 4 بيلعب سي 6 دي 4 دي 5 اف 3 فانتزي فاريشن، بياكل بيدق في بيدق، باكل بالبيدق، بيلعب هنا نايت اف 6. طبعا النقله دي مش كويسه. ليه النقله دي مش كويسه؟ طبعا النقله دي بتتلعب بعد نقله الاي 4 نايت اف 6 دي 4 يمشي بالحصان سي 4 يمشي بالحصان دي 4، بيبقى معايا سيطره كبيره على المركز. طبعا افتتاح اليخن اللي هي بعد نقله النايت اف 6 برضه افتتاح اليخن مش كويس، ولكن على الاقل هنا انا عندي دي 6 وهاجم على مركز الرقعه. هنا الابيض بياكل بيدق في بيدق، باكل بالبيدق، على الاقل المركز مش قوي قوي زي ما حصل في الدور. هنا اللي حصل في الدور بعد نقله اي 4 سي 6 دي 4 دي 5 اف 3 بيدق في بيدق نايت اف 6، اللي حصل في الدور المره دي ان هنا انا معايا مركز رقعه قوي جدا، وما بتقدرش تلعب نقله الدي 6 عشان تهاجم على المركز. فبالتالي في الموقف ده هنا الابيض افضل. تعال اوريك ازاي الابيض بيكسب الدور ده بسهوله. بنتشر بالحصان، بينتشر بالفيل، بيشوب دي 3، تعال نكسر فيل في فيل، ياكل بالفيل، باكل بالوزير، اي 6 بنتشر بالحصان، بيشوب اي 7 ببيت، بيبيت، وهنا انا بلعب نايت اي 4، بحط الحصان بتاعي في مركز الرقعه، بينتشر بالحصان، وهنا انا بنط بالحصان طالب ان انا اديك كش مات. انت ما عملتش اي حاجه في الدور غلط غير بس انك انت انتشرت بالحصان. في الموقف ده دلوقتي انا طالب ان انا اديك كش مات. تفكر مثلا انك تلعب جي 6، وهنا انا بلعب كوين اي 4 ببساطه، طالب بكل سهوله ان انا امشي بالوزير، اجي هنا واديك كش مات. طبعا المشكله ان انا مشيت بالوزير سايب لك البيدق اللي في مربع السي 4، ولكن حتى لو ما كلتش البيدق اللي في مربع السي 4 برضه انت بتخسر الدور. لو كلت البيدق انا بلعب كوين اتش 4، طالب البيدق اللي في مربع الاتش 7، وساعتها دي هتبقى كش مات. ولو فكرت هنا انك تلعب مثلا اتش 5 انا بلعب جي 4، طالب البيدق بتاعك، النقله اللي بعديها باكل بيدق في بيدق، وبعدين باكل بيدق في بيدق. وطبعا انت لو فكرت انك تاكل بالبيدق خلاص انا بديك كش بالوزير، وساعتها هتبقى كش مات. لو بتحب بقى اللعب الهجومي فممكن تتفرج على الفيديو ده، افتتاح جنبية الملك، ممكن يخليك تكسب بس في 9 نقلات. اكتب لي في الكومنتات اذا كنت بطل من الابطال اللي متابعينا لحد دلوقتي. اشوفكم على خير ان شاء الله، الى اللقاء.